هلا بنات، شلونكم؟ اسفه جدا جدا تاخرت عليكم هوايه. وعدتكم راح انزل اسم المنتج اللي استعمله وانشغلت. قبل كل شيء راح اقرب الكاميرا اكثر وتشوفون بالاضاءه. ماكو اي شيء على وجهي وماكو فلتر. هاي بس الاضاءه طبعا. راح نبدي من الغسول. هذا الغسول اللي استعمله هو N7 إذا يبين عندكم. هذا الغسول طبعا هو الآن يعتبر بس الخاطر يومكم لين وعدتكم. هذا الغسول أنا استعمله ب يعني حبيبات، وهذه الحبيبات أولا تسوي ديب كليننج، ثانيا شنو أكو بالبشرة بعض الأحيان عندنا أماكن تكون هيك ميتة، فهذه تحفز أن يطلع جلد جديد، يوقع هذا ويطلع جلد جديد. هذا بالنسبة للكليننج للغسول. أما بالنسبة للكريم أو السيروم الاثنين هم نفس الشيء، اتس فاين تستعملين هذا ولا هذا. أنا أستعمل السيروم N7 as well. هذا coupled drop، راح أشوفك ايش قد راح أستعمل وراح تشوفين وجهي شو راح يصير. أنا وجهي هسه مغسلته، يعني ما عندي كل شيء ما حاط عليه، ولو كان المفروض أغسل وجهي قدامكم يعني حتى تشوفون. شوفي coupled drop، شوفي 2 أو 3، شوفي شو راح يصير الوجه. باي. أنا أستعمله حتى للعين. شوفي الاختلاف اللي صار، شوفي الوجه، شوفي اللمعة اللي صارت بيه. تقدرين تستعمليه طبعا للرقبة أيضا. هذا الحلو بيه راح يبقى وجهك انتي طول هاي المدة اللي انتي استعملتيها، راح يبقى وجهك بهذا اللمعان. يجي من عنده اكو من عنده تحت العين نهاري وليلي. اني بصراحه ما استخدمه، استخدمته لفتره بسيطه جدا وما شفت عليه كثير ريزولت فتركته. صرت استعمله هو هذا النهاري وليلي، عفوا للوجه واللي تحت العين. بعد هذا يجي الصن بلوك. الصن بلوك اني استعمل اللاينكوم. مو شرط ان يكون لاينكوم، اني بس لان بشرتي شويه حساسه ممكن اي شيء. افينو ممكن تستعملين افينو، استعملي افينو صن بلوك يجنن. المهم ان يكون 35% بنسبه الصن بلوك او الاكثر. احنا على جونا بغداد يراد لنا شيء اكثر، شيء اقوى يحمي بشرتنا من الشمس. هاي بالنسبه للصن بلوك. بالنسبه للمجموعه النهاريه. المجموعه الليليه ايضا نفس الشيء، راح تجين تغسلين وجهك بهذا اللي هو N7، وأنا أيضا أستعمل هذا.